السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في سلسلة كتابة آيات سورة الفاتحة. واليوم عند الآية اهدنا الصراط المستقيم، سنكتبها مع قليل من الشرح، وإن شاء الله تكتبون معنا وتوافون بكتاباتكم. كما ذكرنا من قبل أن الألف تكون هي المرتكز في الكتابة، نبدأ الهاء تقريبا من منتصف الألف، هنا يوجد تغيير بسيط جدا، بالنسبة لهذه الحركة البعض يدخلها إلى الداخل تماما، والبعض يخرج قليل منها بهذا الشكل، لكنها لا تخرج تماما، يعني لا تكون بهذا الشكل، ليست بهذا الشكل، ليست صحيحة، تدخل كاملا في السواد أو يدخل جزء منها في السواد، حتى إذا لامست السطر هنا يأتي بالقلم من الداخل، ثم يكون هنا زوايا للهاء إلى ثلث الألف الأول. اهدنا هنا معنا نون ألف، وتركت هذا الفراغ هنا بحكم هذا الفراغ الذي صار هنا، توحيد المسافة واختيار الفراغ المناسب. اهدنا هنا أيضا فراغ، قبل النهاية نقف، ثم من هنا هذه حركة الوصل هي انتهاء الألف، إلى هنا، ثم من هنا حركة أخرى حتى نصل هنا. من هنا نبدأ إلى خروج الحركة الثانية من الصاد، ثم نضع نقطة بسيطة بهذا الشكل هنا، ومن هذه النقطة يبدأ خروج الراء، ثم نضع الألف. طبعا حنكتب هنا بالطريقة الإملائية، أما في الرسم العثماني الألف قصيرة ليست طويلة. ثم نبدأ من هنا من قريب المنتصف حركة الطاء، ويكون مرتكز الطاء مقابل للألف، ألف الطاء ينتهي عند نهاية البياض الداخلي، وليس هنا في نهاية البياض أو بجانب البياض قليلا. اهدنا الصراط المستقيم،
يصير نضع الألف هنا نهاية الطاء ويمكن خلف الطاء، لكن لا نلامس حتى لا يظهر أنه تابع للطاء. انظروا هذا الجزء مع هذا الجزء نفس الحجم، نفس الطول، بعدها يبدأ التغيير. طبعا هنا أشكال الميم كثيرة، أي ميم سنختار، أشكال كثيرة جدا، لكن سنختار أيهما مناسب للخطاط. يعني ليست، إذا كان ما بعده يوجد كلمة بعده سيكون الاختيار له أسس، يعني ماذا نختار هذا أم غيره، لكن إذا في نهاية الآية أنت مخير في الاختيار. اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآية كانت ليومنا هذا، وأتمنى أن نكون أفدناكم في بعض الحالات والاحتمالات الموجودة للكلمة، وبارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله.